سلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا اليوم كيكة البرتقال، كتجي خفيفة طالعة ورائعة بمذاق البرتقال. كناخدو واحد الاناء، كنوضعو فيه 4 البيضات مع قبيصة ديال الملحة، وكنطربوهم بالطراب الكهربائي اولا الطراب اليدوي، اولا كنخدموهم بالمولينكس حتى كيطلع البيض. كنزيدو عليهم كاس ديال سنيدة، اي ما يعادل 150 غرام ديال السكر حبيبات. كنخدموهم كذلك بالطراب، وكنزيدو عليهم كاس ديال الزيت. بعد ما خدمنا هاد المكونات كنضيفو ليهم كاس كبير ديال عصير البرتقال وقشور ديال الحامض اولا الليمون اللي كنسمو بهم الكيكه. كيف ما يمكن لينا نضيفو فاني. اما بالنسبه للدقيق فانا وضعت 3 الكيسان ونص ديال الدقيق، غربلتهم مزيان مع 2 الاكياس ديال خميره الحلويات. ضفت للخليط كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش الكيكه ديالنا كتجي منفوخه وهشيشه من الوسط. كناخدو المول اللي كنكونوا دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق وكنوضعوا فيه الخليط. وكندخلوا الكيكه ديالنا للفران، كنكونوا سخناه من قبل على درجه الحراره 180، الحراره غير من التحت حتى تطلع لينا الكيكه ونشوفوا بلا راه طلعات، عاد باش نشعلوا عليها من الفوق باش تحمر. كيف ما كتلاحظوا تبارك الله الكيكه ديالنا جات رائعه ومنفوخه وفيها واحد اللون رائع، داك اللون ديال البرتقال. اما بالنسبه للتزيين فانا زينتها بصوص البرتقال. خديت كاس كبير ديال الليمون وضعت فيه معلقه كبيره ديال النشا اولا كريم باتيسير
وضفت عليهم معلقة كبيرة ديال سنيدة وضعته فوق النار مع التحريك المستمر حتى عقدت لينا الكريمة ديالنا. بعد ما عقدت لينا الكريمة كنزينو بها الكيك وهي مازال سخونة. بعد ما وضعت فيها صوص البرتقال زينتها بشرائح الحامض كما يمكن لكم تزينوها بشرائح ديال الليمون، وزينتها كذلك برقائق اللوز. بالنسبه للكيكه يمكن لكم تزينوها باي حاجه عندكم، رقائق اللوز، رقائق الكاوكاو، الكوك، اي حاجه متوفره يمكن لكم تزينوا بها، وهي بطبيعه الحال كتجي لذيذه يمكن لكم تستغنيو على التزيين. شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع، وإلى اللقاء في فيديو أو وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.